هناك يا شيخ رافضي يقيم في بلاد الغرب، وعنده أيضا قناة ويقوم بالبثوث المباشرة ويدعي أنه يريد تدمير السنة وغيرهم. فقام متصل سني بالاتصال به وألف آية قرآنية وطلب منه تفسيرها، وقام الرافضي بتفسيرها، فتبين من ذلك أن الرافضي لا يعلم للقرآن سبيلا. فهل فعل المتصل جائز أم لا يجوز، أم هذا من العبث بالآيات؟ غير جائز بالمرة، وهذا من العبث بالآيات. يعني مثلا سؤالك أنك تقول أن هناك شخص رافضي لا يعلم شيئا عن القرآن، فواحد أراد أن يفضحه فقال له في القرآن مثلا في سورة العنز مثلا آية فيها الذين يفعلون كذا وكذا لهم كذا وكذا، وليس هناك سورة اسمها سورة العنز وليست هناك آية. لكن المحاجج من أهل السنة ذكر له قال الله كذا ونسب إلى الله ما لم يقله لكي يحرج من يبين جهل الآخر. هذا لا يجوز أبدا، مسلك لم يسلكه النبي أبدا ولا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاك الله خير.